صباح النور، مرحبا بكم في قناة وسيلة أم عماد. اليوم عملت لكم طبق برق بالزبيب تاع ناس تلمسان، ناس الهمة والشان. اللي تحب الطريقة تفضل معايا، مرحبا بها. هذا الطبق شهير في تلمسان، يلا هو معايا. بسم الله. بديت وعلى نبي صليت. نبدي بقليل من الزيت مع الزبدة حتى تذوب الزبدة مع الزيت، ثم نضيف البصل مرابي. ها هو دا من بعد اللي دابت لي الزبده مع الزيت ضفت البصل ونخلطهم. نضيفو هنا قطعه تاع الدجاج، وهنا كما راكم تلاحظوا من بعد اللي ضفت الدجاج رانا نقلي فيها غير باش تدخل هذاك الحراج تاع الزعفران والعود تاع قرفه والملح. ونضيفو الماء ما نكتروش بزاف، غير اللي باش طيب لنا الدجاج. راني نشلل هذاك الطبسي اللي فيه زعفران باش ما نقيسو والو. ونكملوا بهذه الطريقه. ديروا نبله لا كوكوط تيطيب لنا هاد الدجاج محمر، يعني نعاد نوريكم كاش نعمل. نوجدوا الزبيب والبرقوق كما راكم تلاحظوا، ما مغسولين منشفين، ما مبخرين ما والو كما راكم تلاحظوا. بعد مرور 15 دقيقه الدجاج محمر تاعنا راه طاب. نضيفو 3 معالق ولا 4 معالق تاع السكر، يعني تينا والكو ديالك. هذا الزبيب يجي مالح وحلو. ثم نضيف الزبيب، هذه 30 مشيتها. والبرقوق كانت عم بقيت لي نص شكاره، يعني تاع 500 غرام، يعني 250 غرام. هذا برقوق. نعاود نبل على كوكوط بصح دروا يطيب ابتيف، يعني على نار هادئه لمده ربع ساعه حتى يطيب لنا، ونوريكم كيفاش تجي النتيجه ان شاء الله. راني رجعت لكم. هيا دي الروائح الجميله كاكم هنا تشموا هاد الروائح. وراها خاتره وراها ما شاء الله كلشي راه طايب خبال. ها هو دا طبق التقديم. بصح قبل ما جيت نحط نخون نضوء شويه شكون فيها الطبيعه تاع النئيب. حنا في تلمسان يقولوا ننقبوا. نتمنى ان هذا الوصفه كانت خفيف تفضل عليكم ونالت اعجابكم، واحبكم في الله. للاسف انا ولادي ما يحبوش ياكلوا هذا البرقوق بالزبيب. جيتي اوبليجي هذيك الوصفه عملتها لكم غير باش نتوما ترفدوا لا غوسيت. بون انا عملت لهم هاد لو فور تاني كستين غوسيت ايكونوميك وكذلك سريعه، سورتو النساء العاملات يخرجوا عيانين من الخدمه. يكون الحوت راه رخيص. انا شيتها ب 40 كيلو وراها تحمر، راها لي زونشوا ما شاء الله. راني نسدف فيها كما راكم تلاحظوا ونطحيها في الفران. و ميم طون كوم ديكوراسيون ان شاء الله. وما بدو في لو غوت كذلك راني نضيف الملح ونزيدو قليل من الزيت الزيتون ونضيفو الحراش تاع الشاورما. ها هو دا الحراج تاع الشاورما، فيه كمون، فيه نعناع يابس، فيه يعني كامل الحراج اللي فيه يتوالى مع الحوت. ونطحيوه في الفران حتى يفد اللون الذهبي جميل. وها هي هذه الصينيه خرجت من بعد مرور نصف ساعه وراها ما شاء الله والريحه كذلك. نتمنى ان هذه الوصفه البسيطه تكون نالت اعجابكم ورضاكم، واحبكم في الله. واللي ما راهاش ابونين ولا اشترك في القناه مرحبا بك. بطبيعه الحال تفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. مع السلامه.